لو هتركب شميزة جديدة للتوك توك جديد، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للآخر عن الشميزة، عيوب الشميزة الجديدة الأصلية للتوك توك. دي شميزة جديدة أصلية 18. نشوف دلوقتي عيوبها بالظبط وميزاتها بالظبط. الشميزة دي يا جماعة كويسة، الجلبة بتاعتها دي كويسة وناشفة ومية مية تمام. بس العيب بتاع الشميزة دي إن البستم خفيف، البستم خفيف زيادة عن اللزوم. الحاجات دي لازم تخلي بالك منها ولازم تعرفها قبل ما تركب الشميزة الأصلية، عشان للأسف يعني مبتكملش حاجة. يعني ممكن 3 شهور 4 شهور 5 شهور وتلاقيها كلت زيت تاني. بص كده يا جماعة، هذا شايفين البستم خفيف كيف الشميزة، خفيف يعني زيادة عن اللزوم، مبوش زيادة عن اللزوم. ده أنا كمان لو غسلت ونضفت بفوطة نظيفة هيبقى أكتر من كده تمام. بص كده، شايفين البوش قد ايه؟ ده بوش. لو بصيت برضو ركزت في الكاميرا هتلاقيها منورة، هتلاقي البستم منور اهو، خفيف زيادة عن اللزوم. حتى كده وكده، يعني كده وكده في بوش، وكده وكده برضو لو ركزت في سنة برضو كده وكده. ده اللي يدي معاك صوت ايه؟ رزعة بستم. بعد ما تركب الشميزة دي ما تكملش حاجة تلاقي في صوت بستم، تلاقي الكبس ضعيف، المكنة كانت زيت تاني ما كملتش حاجة. طيب تاني عيب برضو الشامبر. طبعا احنا شيء اساسي من غير الشامبر بتاع الشميزة. ليه؟ لان الشامبر ده بيجي راكب في الشميزة والبستم. فمثلا الشميزة دي لو مصنوعة مثلا من 6 شهور، من سنة، من سنتين، مركون الشامبر في البستم بالطريقة دي، فالشامبر بيقفل على بعضه مع الركنة، بيقفل على بعضيه، بيسرب معاك بسرعة، ما يبقى عزمه الفتح لبره ضعيف فتلاقيه يسرب معاك ذاته بسرعة. تاني حاجة يا جماعة، بص شايف الفتحة؟ ده شامبر الزيت. شايفين الفتحة؟ اعتبر فتح جوه في الشميز مش جاي في الأصل، هتبان منكم في الحقيقة أكتر من كده. ده برضه فاتح، فمع الشغل يفتح أكتر من كده تلاقيه يسرب زيت معاه، يبقى ده عبيه. يعني عيب في الشامبر. والعيب الأساسي إن البستم خفيف، البستم خفيف في الشميزة. لو جبنا لها بستم مهلي مش يظبط معها ويبقى حلو؟ مش هيبقى اللي هو برضه، هيبقى خفيف برضه يعني. هو افضل من ده شويه بس برضه مش هيتحكم معاك في الشميزه. طب ايه الحل يا اسطى محمود؟ الحل احنا بنعمل اللي علينا مثلا ونجيب نجيب شامبر 10. بس في معلومه تاني برضه لازم انه اوضحها معكم عشان ابقى خلاص ضميري بيني وبين ربنا. الشامبر ده، شايفين الفتحه دي؟ لو واسعه زياده عن اللزوم كده هيبوظ معاك الشامبر، مش هيكمل حاجه، هيبقى ضغطه لبره قوي وهيتاكل مش هيكمل حاجه. لو قافله زياده عن اللزوم كده برضه مش هيكمل حاجه، ان مفيش عزم لبره، مسافه ما يتاكل سنه هتلاقيه سرب معاك زياده. المفروض الفتحه دي تبقى مناسبه. اه انا دي لو خبرة، هجيب دي خبرة صنايع دي. انا لو هجيب شامبر جديد انا ممكن اجيب شامبر 10. انقي شامبر، انقي شامبر ما يكونش فاتح قوي، يكون قافل شويه. ليه؟ لان انا هاكل منه تاني فهيفتح قوي معي. يعني عقبال ما اجيب شامبر انا 10 واكل منه تاني هلاقي الفتحه كده. طب الفتحة كده ان شاء الله ما هيبقى ضغط قوي برضه لبره، هيتاكل برضه، هيسخن الشمبر وهيتاكل مش هيكمل حاجة معاه. فانا اجيب شمبر 0.10 يكون قافل شوية كده، اكل منه سنة يكون فتحته ايه مناسبة، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وريت نجيب شمبر مهلي لان شمبر مهلي نظيف 0.10 ونركبه.
دي بتخليه يطول شوية الشميزة. يعني ممكن مثلا بدل ما تاخد 4 5 شهور 6 شهور، ممكن تجيب معاك 8 شهور سنة، على حسب الاستعمال. لكن هي الشميزة طبعا لما تتحكم صح تخرط 10. لما بتخرط 10 بتتحكم بالظبط. ليه؟ لأن هو بيخرط لك على قد البستم بالظبط، يبقى نازل كده مرتاح، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. أهم حاجة الخرطة مظبوطة، تبقى عدلة، مفيهاش بيضاوي، ولا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي البستم. يبقى نازل كده براحة اليد كده، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هتلاقي الشامبر معاك قافل وكل حاجة ودنيتك تمام. تمام كده. لو في أي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا اعجاب.